يقول العلامة إسماعيل آل إسحاق الخوئيني رحمه الله: أنا إسماعيل بن عبد الكريم آل إسحاق الخوئيني، ولدت في قزوين، وفتحت عيني على بيئة تغمرها الكتب وأصوات العلماء. كنت أرى أبي وهو يخط الحروف ويقلب الصفحات ويحاور الأفهام بحجة ونص، فتشبعت نفسي بحب الفكر وميل النظر في الدين، لا كما ورث بل كما أريد له أن يصف من شوائب الغلو وأوهام الدهر. دخلت الحوزة وأنا صغير، أبحث لا عن المنصب بل عن المعنى. كنت أقرأ النصوص فأرى في طياتها ما لا يقال، وأسأل نفسي لماذا سكتوا عن كذا، ولماذا قبلوا بكذا، ولماذا جعل العقل سجينا للنقل حتى إذا اصطدم بالنص أهين، وإن أضاء أطفئ. فبدأت رحلتي لا في الهدم بل في التحرير، لا في الإنكار بل في التمحيص. كنت أصغي إلى دروس الأساتذة الكبار، لكن شيئا داخلي يهتف لي أن هذا الذي يتلى ليس كل الدين، بل بعضه مشوب بسطور من زمن غلبت فيه الحكاية على الآية، وصار القبر أبلغ من الكتاب، وصار حديث الناس أولى من حديث الله. فقلت في نفسي إن هذا المنهج يحتاج إلى ميزان جديد. رأيت أن في بعض المفاهيم تقديسا ينافي جوهر التوحيد، وأن الإيمان لا يبنى على الغلو في الأشخاص بل على معرفة الله والعمل له. فلا الإمام معصوم في كل حركته كما يزعم، ولا الرجعة من دين الله إن لم يشهد لها الوحي، ولا الخمس فرض في كل مال بلا نص قاطع. فبدأت أكتب وأتكلم، وكان الصوت غريبا في بيئة اعتادت التكرار والتلقين. لم أنادي إلا بكتاب الله مرجعا، وبالعقل محكما، وبالمنهج العلمي سبيلا، لكنهم رأوا في هذا كفرا خفيا، فحوربت ومنعت وسجنت ونفيت. لكنني لم أتوقف، لأنني أؤمن أن ما لا يراجع يموت، وأن المذهب الذي يرفض المرآة سيعبد ظله. وفي مجالسي كنت أطرح السؤال الذي يخشاه الجميع: هل نحن نحب آل البيت كما أمرنا، أم كما صورت لنا الروايات المتأخرة؟ هل ولاية المتكونين من أصل الدين، أم هي أسطورة نمت في الظلال؟ لماذا نخيف الناس من العقل وهو آية فينا؟ ولماذا نغمس الروح في التراب ثم نسميه توسلا؟ تابعت النقد لا حبا في الخلاف بل شوقا للحقيقة. أردت دينا لا يستعبد، وعلما لا يحجر، ومذهبا لا يقصي من خالفه، إنما يجالسه ويحاوره ويرى الله قبل كل شيء. لأن من خاف على دينه من سؤال فدينه نقص لا يقين. حين كنت أقرأ أحاديث الناس عن المهدي، ما بين غائب في السرادب ومنتظر لا يأتي، رأيت كيف صاغت الأسطورة إيمان الناس، لا على بصيرة بل على خوف وأمل معلق لا ينتهي. فقلت: أليس الأولى أن ننتظر الله لا الغائب؟ أليس العدل في الأرض أولى من وعود لا تثمر؟ أما حديث العصمة فقد غدا سيفا يسلط على العقول. فإن سألت عن فعل أو قول قيل لك هم معصومون لا يسألون، فقلت: إذن ما الفرق بينهم وبين الله؟ إن العصمة المطلقة لا تليق إلا بالواحد الأحد، وإن كل بشر مهما علت درجته يظل عبدا يمشي في الطين، يخطئ ويصيب. ولم يكن انتقادي للأشخاص بل للمفاهيم. أردت أن أخرج المذهب من قوقعة التاريخ ليتنفس هواء القرآن، وأن يعرف الإنسان دوره لا كمقلد بل كصاحب وعي ومسؤولية. فإن الله لم ينزل كتابه ليغلق بل ليتلى ويتدبر، ولم يبعث النبي ليقدس قبره بل ليتبع منهجه. وكنت إذا دعوت إلى تخفيف التراث صرخ بعضهم: تريد أن تسقط الدين؟ فقلت:
بل أريد أن أعيده إلى نبعه الصافي، أن أنزع عنه أكفان الخرافة وأقيمه على أعمدة الحجة والبينة، فإنما يهلك المذهب إذا خاف أن يراجع، ويبقى إذا أحب أن يصحح. بعضهم قال لي: أنت تضعف مراجعنا، فقلت: إن المرجع الذي يخاف النقد ليس مرجعا، بل حائط من ورق. المرجع الحق هو من يقول: هذه رأيي، فإن وجدت خيرا فأت به، وإن أخطأت فصوبني. وما كنت يوما في حرب مع العلماء، بل كنت في حب للعلم، أمشي خلف الدليل لا خلف السادة. وكانت كلماتي تؤلم البعض، لكنني ما أردت الألم بل الصحوة، فإنني رأيت شبابا يهربون من المذهب لأنهم لم يجدوا فيه جوابا لأسئلتهم، أو لأنهم صدموا بكلام ينافي الفطرة والعقل. فكنت أقول لهم: إن الله لا يضيع، لكن من يمثله أحيانا يضلكم عنه، فارجعوا إلى الله لا إلى صور تعلق على الجدران. ولم تكن دعوتي للقرآن بديلا عن آل البيت، بل كانت عودة إلى الجذر، فإنهم ما أرادوا لأنفسهم غلوا ولا مدحا فوق الحق، كانوا رجالا خشعوا لله، فلماذا نرفعهم فوق النبوة؟ ولماذا نلبسهم ما لم يقولوه؟ ذات يوم جلست مع بعض الإخوة، فقلت لهم بهدوء المتيقن: أليس عجيبا أننا نقرأ القرآن في الجنائز أكثر مما نقرأه في الحياة؟ أليس غريبا أننا نحفظ أدعية الليل ولا نحفظ آيات العمل؟ لماذا صار الدين عاطفة بلا عقل، وخشية بلا فهم، ومواسم بلا رسالة؟ رأيت أن الروايات قد تضخمت، وأن العقول صغرت، فصرت أميز بين الحديث المحمول على الهوى والحديث المحمول على الحق. وكنت إذا وزنت ما قيل بميزان القرآن سقط كثير مما استعمل للتضليل لا للتنوير. ففي المذهب من روى أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، ويسمعون دعاء من يناديهم، ويحيطون بذوات القلوب. فقلت: وهل هذه صفات بشر أم صفات الله؟ أليس هذا إشراكا ولو من حيث لا نشعر؟ إنني أحب آل البيت وأراهم من أهل التقى، لكنني لا أعطيهم ما لم يعطهم الله. وكانوا يقولون لي: هذا خطر، هذا يضعف مكانة أهل البيت. فقلت: بل يطهرها، فإن الطهر الحقيقي أن نفصل بين المقام البشري والصفات الإلهية، وأن نحبهم لأنهم هداة لا لأنهم آلهة في ثياب بشر. ثم نظرت في مسألة التقليد، فقلت: كيف يكلف المسلم أن يقلد من لا يعرفه؟ كيف يسأل عن عمله فيقول: أفتاني فلان؟ أين فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أين النظر؟ أين الدليل؟ لقد صار المذهب عند بعضهم نسخة تطبع كل عام يقرأ منها ولا يراجعها أحد. ثم تكلمت عن أموال الخمس، عن ذلك النصيب الذي يجمع ولا يعلم أين يصرف. فقلت: ما كان لله فلا يخفى على عباده، وإن المال إذا لم يراقب صار فتنة، وإن الفقيه إذا لم يحاسب صار سلطانا، وإننا لا نطهر المذهب إذا سكتنا عن هذه المسائل. لم أكن أطلب ثورة ولا أردت صداما، إنما كنت أطلب صدقا أن نرجع إلى الله لا إلى سلاسل الشروح، أن نعيد للقرآن مكانته وللعقل قيمته، وأن نخلع عن المذهب أثواب الكهانة والتقديس المزيف، وأن نلبسه ثوب الصدق والبصيرة. وقد صار القلب أثقل مما كان، لكن الصدق يريح ولو أثار الغبار في طريقه. فإنني ما كتبت حرفا إلا خشيت أن ألقى الله به كاذبا، وما نطقت بفكرة إلا وقد ذقتها في عقلي قبل أن أسمعها للناس. في تلك السنوات كنت أرى الحوزات تمتلئ بالوجوه، ولكن القلوب خالية من النقد.
وكأنما الطلب هو الحفظ لا الفهم، والامتثال لا الوعي، والهيبة لا الحقيقة. فقلت: كيف نخرج علماء وهم لا يسألون؟ كيف نقيم المذهب على التقليد ونمنع الاجتهاد الحقيقي؟ لم أكن أخاصم الناس، بل أكاشفهم، أضع أمامهم المرآة ليروا ما تراكم على وجه الدين من غبار القرون، وأدعوهم إلى نزع رداء الخوف عن ضمائرهم، فإن الله لا يريد مذهبا محفوظا في الكتب، بل يريد قلوبا تخشى وتفهم وتعمل. كنت أؤمن أن الفكر إذا لم يزعجك فلن يغيرك، وأن النور لا يدخل إلا من نافذة فتحت. فكنت أكتب وأتكلم وأعلم أني لن أنجو من ألسنة أهل الجمود، ولكني كنت أطمئن إذا نظرت في وجه طفل يفهم، أو سمعت صوتا شاب يسأل، أو لمحت عينا تنفتح بعد عمى. وما أكثر ما قيل عني، وما أضعف ما ثبت، فإنهم قالوا: ترك المذهب وما تركت، وقالوا: ضعف إيمانه وما ضعفت، بل قويت صلتي بالله حين نزعت عن ديني ما ليس منه، وزدت يقينا حين أمسكت كتاب ربي وقلت: هذا الأصل، وكل ما وافقه نقبله، وما خالفه نرفضه، ولو كان على لسان من شاء. إنني ما أردت فصل الناس عن التراث، بل دعوتهم أن يميزوا بين تراث يضيء وتراث يقيد، بين حكمة تحيي وحكاية تميت، بين نور الوحي وسواد الموروث. فإن الله لم ينزل دينه ليكون أسير الرواه، بل ليكون حياة للعالمين. وكان من أهلي حين بدأت أتكلم علنا، وحين كتبت ما لم يكتبه غيري، وطرحت ما اعتادوا كتمه، أنهم سكتوا أولا، ثم عاتبوا، ثم خافوا، ثم تنصلوا، وكأنما ما بيني وبينهم إلا طريق اللحم والدم، لا رابطة العقل والإيمان، ولا صلة القلب والقصد. جاءوني ذات مساء وجوههم مترددة، وألسنتهم تلتوي قبل أن تنطق. قالوا لي: ما تقوله يقلق كبارنا، يربك صلاتنا، يثير علينا غبارا لا نقدر على نفخه، فهون عليك، أخف صوتك أو أخرسه، فإن الأبواب تغلق والمناصب تضيع. قلت لهم: وماذا عن الحق؟ عن الذي أراه واضحا كالشمس، ماذا عن الله؟ قالوا: الله يعلم ما في القلوب، فاكتمه لا تظهره، فالعاقل يخفي النار تحت الرماد. قلت: بل الكاذب هو من يفعل ذلك، وأما الصادق فإن نطق بالنور فلا يهاب ظلمة. ثم بدأوا بالانسحاب، لا صوت ولا سلام، فقط جفاء يقطع، ونظرات فيها ترقب، كأنهم ينتظرون سقوطي، لا لينقذوني، بل ليقولوا: قد نصحناكم، قد حذرناكم، قد برأنا أنفسنا من دمه. كان أخي الذي كنت أحبه يتجنبني، يمشي كأنني لست من الأرض، وكأن بيني وبينه سورا لا يرى. وابن عم لي كان يفتخر بي، صار لا يذكر اسمي، بل صار إذا سئل عني قال: لا نعرفه، تغير وخرج عن الجادة. لم يقفوا ضدي خوفا على دينهم، بل على مراكزهم، على الألقاب التي لا تعني عندي شيئا، وعلى وجاهة تشترى بسكوت جبان. حتى والدتي، تلك الطاهرة التي كانت تمسك يدي وأنا صغير وتعلمني الدعاء، كانت تبكي إذا سمعتني، لا لأنني أخطأت، بل لأنهم أقنعوها أنني على شفا الهلاك. ولم أعاتبهم ولم أبغضهم، بل دعوت الله أن يبصرهم، وألا يجعلوا يوما ستارا على نور الحقيقة. فقد علمت أن الحق يسحب الستائر ولو بقي صاحبه وحيدا، وأن القرب من الله أغلى من القرب من كل من خاف على اسمه أكثر من دينه. بعد أن انفض عني القريب وتنكر لي البعيد، ظننت أن البلاء قد بلغ منتهاه، لكنني ما كنت أعلم أن السلطة حين لا تقدر على إسكات صوتك بالعزل تفكر في كسره بالصمت الأبدي.
جاءني رجل عينه لا تستقر وصوته يرتجف، قال: سيدي، إني أبلغك ما سمعته بأذني. لقد دار الكلام عنك في المجالس التي لا يسجل فيها شيء. قيل إنك تكتب كثيرا، وإنك تقلق أكثر، وإن الحل ليس في الحبس بل في حادث لا يذكر. ضحكت، ليس سخرية بل يقينا. إن من لا يملكون الحجة لا يملكون سوى القوة، وإن من فقد القدرة على الحوار لا يبقى له إلا القتل بصيغة ناعمة يموت فيها الجسد وتبقى السمعة نظيفة كما يظنون. أبلغت أن سيارة سوداء قد تلاحقني وقد تصدمني من حيث لا أحتسب، وأن الإعلام جاهز ليكتب رحمه الله حادث مؤسف، وأن كل شيء سيبدو طبيعيا بلا دموع ولا مساءلة. سألت نفسي: أخاف الآن بعد كل ما كنت فيه، بعد أن واجهت الحوزة والناس والعائلة والكتب والظنون؟ أخاف الآن من سيارة، من ضربة على جانب الطريق؟ لا والله، فإن الموت حين يأتي من أجل الصدق يصير حياة ثانية لا تنتهي. خرجت كعادتي، لا أغير طريقي ولا أقلل خطاي، بل رفعت رأسي وقلت في نفسي: إن صدقوا فليفعلوا، وسألقى ربي بشهادتي لا بركوعي لغيره، وإن كذبوا فالحمد لله أن جعل الكيد أضعف من إرادتي. ورجعت إلى دفتري وكتبت هذه السطور لتبقى: فإن قتلت فلعل أحدا يقرأها ويعلم أن في زمن الخرس كان رجل يتكلم، وفي زمن النسخ كان رجل يكتب، وفي زمن الخوف كان قلب لا يخشى إلا الله. توفي العلامة إسماعيل آل إسحاق الخوئيني بعد رحلة فكرية طويلة شاقة وشديدة الكلفة على قلبه وجسده ومكانته. مات الرجل كما عاش، صامتا أمام ضجيج الادعاءات، ثابتا أمام موجات الرفض والتكفير والتهميش. في السنوات الأخيرة من عمره عاش الخوئيني في عزلة أقرب إلى النفي غير المعلن، بعد أن خسر دعم الحوزات وتخلت عنه عائلته خوفا على وجاهاتهم ومناصبهم، وظلت السلطات تلاحقه بصمت كثيف، لا يكتب ولا يقال، لكنه يشعر في كل خطوة وحركة وليل طويل. وقد ترددت أنباء في أوساط ضيقة أن وفاته لم تكن طبيعية تماما، بل نتيجة حادث مروري مفاجئ وقع في إحدى الطرق النائية، لا شهود ولا كاميرات ولا مساءلات. مات الرجل كما أرادوا له، بهدوء بارد، وكأنهم أنهوا ملفا مزعجا في أرشيف صراعاتهم، لكنه لم ينتهي. فموته لم يطفئ ما أشعله، بل أورث فكره نفوسا لم تكن تعرف أن في المذهب صوتا يراجع ويفكر ويجترح الطريق نحو الله بعيدا عن الأوهام. بقيت كتبه ومقالاته وتسجيلات صوته القلقة شاهدة على رجل رفض أن يسلم دينه لمجرد الوراثة، ورفض أن يصمت حين رأى الناس تعبد من دون الله بأسماء الأئمة والرواة. مات إسماعيل، لكنه ترك وراءه أثرا لا يفرح أصحاب الكراسي ولا ينسى من قبل طلاب الحقيقة. وقد يمحى اسمه من الدفاتر، لكنه يبقى حيا في العقول التي تشجعت بعده على أن تسأل: أين الله من كل هذا؟ وأين القرآن من هذا التراث الذي خنق أرواحنا؟ اللهم ارحم عبدك العلامة إسماعيل آل إسحاق الخوئيني، واجزه عن الحق والصدق خير الجزاء، واجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهد جميع إخواننا من الشيعة إلى نور الكتاب، وبصرهم بالحق، وافتح قلوبهم للهدى، واجمعنا جميعا على مودة نبيك واتباع كتابك، غير مبتدعين ولا مفترين.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين.